السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هاد لي سيجار كيف ما كتشوفوا. تقرميشه ما نعاودش لكم عليها، يعني شي حاجه كتقرمش نتوما كتشوفوا. والمذاق شي حاجه واعره واعره البنات، غير جربوها وردوا عليا الخبار. كنبداو بسم الله. ناخذ واحد المقله ندير فيها واحد المعلقه كبيره ديال الزيت، زيت نباتيه او زيت الزيتون لكم الاختيار. وواحد البصله تكون كبيره مقطعه رقيقه او دوزوها في الروبو، وواحد جوج فصوص ديال الثوم. ونخلط هاد المقادير مزيان مزيان. من بعد كنضيف واحد الرشه ديال الملح، والملح حتى هي كتبقى اختياريه على حسب الذوق. كنضيف واحد الكميه ديال الدجاج ديال الصدر، انا خدمت بالصدر ديال الدجاج. وممكن انكم تاخذوا حتى من هذا الفخاد او شي حاجه بغيت تقطعوهم كانوا عندكم غير هما، ممكن ديروهم. التوابل عندنا فرقوا معلف، الابزار، سكينجبير. بالنسبه للكميه كتبقى على حساب الذوق ديال كل واحد. وممكن انكم تضيفوا حتى الهريسه اللي كيبغي الحار. انا بالنسبه ليا ما ضفتهاش، ما كيبغاش عندي في الدار ما ضفتهاش. كنخلطوا هاد المقادير كلها مزيان، وكناخذ المقله اللي درت فيها الدجاج في الاول هي اللي غندير فيها الخلطه الاخرى. بالنسبه للدجاج حولته في بقله صغر من هذه ودرته حتى هو فوق العافيه، ومره مره كنحركه حتى يطيب ان شاء الله. كنضيف واحد جوج بصلات مقطعين رقاق، كنبقى نحرك مزيان حتى كطيب هذيك البصله. حتى الدجاج مره مره كنخلطوه من الطوسه باش ما يحرقش لينا. المهم كنستمر بحال هكا بالما طاب ليا الدجاج، وفي نفس الوقت ما كننساش المقيله ديال البصله. كنضيف عليها واحد خيز زوه وحده محكوكه بالحكاكه الغليظه، يعني الحكاكه اللي كتدار بالطماطيشه وداك، او ممكن اللي عنده الروبو حتى هو يديرو به. كاين الروبو اللي كيقطع هادشي ديال الخضر، ممكن حتى هو ديرو به. المهم كنبقى نحرك يعني مزيان حتى كتمزج هذوك العناصر مزيان مع بعضياتها. كنزيد واحد الكورجيت محكوكه حتى هي بحال خيزو، الجزر. كنبقى نحرك في هاد العناصر مزيان حتى كتخلط. كنبقاو غاديين بهاد الطريقه. كنضيف التوابل، وبالنسبه للتوابل نفس التوابل اللي درت في الدجاج هما اللي درت في الخضر. عندنا الخرق ومعلف والابزار والسكينجبير. بالنسبه للملح انا ما درتهاش لحقاش درتها في الدجاج، والدجاج حتى هو مغسول يعني بالملحه، يعني باش ما تملحش ليا هذه الخلطه. كنحرك هاد العناصر مزيان حتى تدخل في بعضياتها وحتى طيح ليا هذيك القرعه وخيزو مع البصله. المهم كنستمر في هذه العمليه، وكنضيف الدجاج اللي كنطيب. وبالنسبه للدجاج ما تخلوش يقطع لكم في الطياب في الاول باش يلاه يمشي مع الطياب الثاني ديال الخضر. كنضيف ليه واحد نص حامضه مصيره مقطعه مزيان، وواحد المعلقه كبيره ديال الخزبر والمعدنوس حتى هما مقطعين. نحرك مزيان هاد العناصر حتى كلشي يدخل مع بعضياته. ونضيف واحد المعلقه كبيره ديال الصوص صوجا. بالنسبه لي انا درت صوص صوجا ديال الفطر، وانتم لكم الاختيار اللي حبيتوه ديروه. نحرك هادشي مزيان ونضيف فيه الشعريه الصينيه اللي درتها في الماء الغليان قبل ما نديرها هنايا لمده ديال 15 دقيقه. صفيتها وقطعتها وضفتها لهاد العناصر. نخلط هادشي كلشي مزيان بالمعلقه، ونضيف شويه ديال الفرماج الاحمر حتى هو كيعطي واحد المذاق وواحد النكهه اللي واعره وزوينه بزاف. وحتى داك الخليط يعني كتولي فيه واحد التعليكه زوينه. المهم كما قلت لكم جربوا ردوا عليا الخضار.
راه واحد الوصفه اللي زوينه وكتعطينا نتيجه رائعه في المذاق. كنبداو التعمار ديال هاد لي سيجار بعد ما بردت لينا الخلطه. وبالنسبه للورقه اللي ما كيعرفش ينوجه اللي داير عليه الخلطه، يعني هاد التخليطه ديال الدجاج وداكشي، كنديروا الجهه اللي كتكون حرشه هي اللي فوقها هذيك الشعريه والدجاج وداكشي، والجهه اللي كتكون ملسه هي اللي كتكون منها الطبله او سطح العمل اللي خدامين عليه. المهم انايا كنعاود ندير معاكم وحدين اخرين باش اللي ما كيعرفوش يطويو. انا بالنسبه لي درت غير هاد الطيه اللي راها ساهله، وفي نفس الوقت انا كنديرها باش ما كنحتاجش ندهن هذيك الورقه باش تلصق، يعني هي شاده في راسها، يعني ما كتفرتكش، خصوصا الا كانت الورقه جديده، يعني راه كتجي واعره وكتجي زوينه بزاف. المهم كيف ما كتشوفوا كنستمر على هذه الطريقه بحال هكا. وانا هذا الشيء يعني كنعاود في هذه المراحل باش البنات اللي ما عمرهم يصايبوها يعني وتنجح معاهم العمليه من اول مره ان شاء الله. اما بالناس المحترفين يعني على راسنا من الفوق، يعني تبارك الله عليهم. وحتى بنياتنا اللي مازال باقين صغار وباقي ما كيعرفوش لهذا الشيء، راه حتى هما ان شاء الله غير يبداو، ومع المده ان شاء الله حتى هما يولوا محترفين. حتى حنا راه باقين مازال كنتعلموا. انا مازال مستمره معاكم، نكمل معاكم باش تكون الاستفاده اكثر. راه غير زعما البنات راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، وراه يعني حتى تخلوهم حتى لاخر لحظه وتنوضوا تحضروهم. خاص غير تكون عندكم الورقه وتكون عندكم هاد العناصر اللي غتخدموا بها وصافي، يعني فرمشت عين كما كنقولوا. يعني يجي عندك غير ضيف ولا شي حاجه تنوضي تقضي الغرض. وكنتمنى من اللي جربوهم يكتبوا لي في التعاليق انهم جربوهم، ونتمنى ان شاء الله يعجبوكم قد ما كان يعني الاعجاب وكان المشاهده. ان شاء الله ندير لكم وصفات اخرين يكونوا ناجحين. وواحد المساله بغيت نقول لكم، انا ما كنحطش شي حاجه اللي انا ما مجرباهاش ولا ما عجبانيش نهائيا. ما نقدرش انا نحط شي وصفه اللي ما ناجحاش ونرزي فيها ناس اخرين مساكن بالمقادير وكل شيء. المهم انا كملت معاكم دابا هاد لي سيجار، دهنتهم مزيان بشويه ديال الزيت، فيه واحد شويه ديال صوص صوجا. ما درتش الزبده لحقاش الزيت هو اللي كيعطينا ديك التقرميشه، اما الزبده كيجوا شويه بحال الرطبين. دخلتهم الفران سخون، ولكن النار متوسطه كيف ما كتشوفوا. هما خرجتهم، والتقرميشه والمذاق ما نعاودش لكم، راه شي حاجه اللي راها زوينه 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 بزاف. غير جربوهم وردوا عليا الخبار ان شاء الله. يعني هاد لي سيجار يعني ديال الناس، شي حاجه ما تحشمش، وما غتقوليش انا غنديرهم وما غينجحوش ليا. كوني اكيده انك الا درتيهم راه غيعجبوك وغتستمري على هاد الوصفه، يعني على هاد لي سيجار، يعني غيولوا هما المعتمدين عندكم ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وما تنسوش من البارطاج ومن اللايكات ويعني الاعجاب والاشتراك، وتبارطاجيو مع الناس باش حتى هما يستافدوا من هاد الوصفه ان شاء الله. مع السلامه.